مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الكوره والجماهير. النهارده عندنا احداث واخبار كتير جدا، وكمان ضيفي وضيف حضراتكم المدرب القدير الكابتن فتحي مبروك. النادي الاهلي النهارده كان في تدريب الساعه 9 صباحا، خلاص قفلنا صفحه السوبر، اللعيبه والجهاز الفني مركزين في الكونفدراليه، ودايما بنأكد البطوله دي ما دخلتش مصر، وان شاء الله على ايد النادي الاهلي تبقى اول فريق مصري يقدر يحقق الكونفدراليه. في تركيز من اللاعبين بشكل كبير جدا، في انضباط ونظام عامله الكابتن وائل جمعه والكابتن علاء عبد الصادق. ان شاء الله ان شاء الله اللاعبين قادرين، انا عارف وكل الاهلاويه عارفين الجهاز الفني معذور عشان القايمه في الكونفدراليه في بعض الاصابات، وفي لعيبه خرجت من النادي الاهلي، وكمان في لعيبه مش موجوده من الصفقات الجديده. ايا كان مين هيلعب، اكيد لعيبه النادي الاهلي رجاله زي ما حققوا لنا السوبر وقبليه الدوري، كمان واثقين في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اللي هم ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه كويسه ونتيجه طيبه في الكاميرون ان شاء الله. الفريق بكره ان شاء الله هيسافر الساعه 2:15، بس قبل ما يسافر في تمرين الساعه 9 صباحا، وبعد كده هيتجهوا للمطار. طياره خاصه. لازم نشكر مجلس اداره النادي الاهلي والناس المسؤوله اللي هم وفروا اللاعبين، بيحاولوا يوفروا كل حاجه للفريق علشان يحققوا البطوله. كمان النادي الاهلي لما يسافر هيبقى في تمرينه واحده يوم الجمعه في جروه في الكاميرون. الاجواء هناك بتبقى صعبه جدا، اقدر انا احكي لحضراتكم لان لعبنا القطن الكاميروني قبل كده بصفتي واحد من لاعبين النادي الاهلي اللي لعبوا القطن الكاميروني. هناك الفنادق بتبقى الامور صعبه جدا، عشان كده النادي الاهلي كمان بيصطحب معاه الشيف اللي دايما موجود معاهم، بيقدر يحط بقى نوعيه التغذيه اللي اللعيبه تبقى عايزاها، والجهاز الطبي بيحطها او الجهاز الفني. ان شاء الله اللعيبه ترجع بالبطوله وقادرين على الفوز ايا كان، رغم النقص العددي، رغم اللي فيه صعوبات، ولكن عندنا ثقه كبيره دايما في لعيبه النادي الاهلي اللي هم وقت الشده بيكونوا رجاله. خلينا في البدايه نروح لنشره اخبار الاهلي وارجع لحضراتكم. حرص الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مشاهدة عدد من مباريات فريق القطن الكاميروني بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق استعدادا للمباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور قبل نهائي للبطولة الكونفدرالية. وأكد جاريدو أن فريق القطن يضم عددا كبيرا من اللاعبين المتميزين، وأن المباراة صعبة نظرا للعناصر التي يضمها الفريق الكاميروني. كما قام الإسباني خورخي سيمو مخطط الأحمال بفريق الأهلي بتخصيص فقرة بدنية لمهاجم الفريق عمرو جمال بعد انتهاء المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء بملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك لتجهيز اللاعب بدنيا قبل لقاء القطن. ويستعد المارد الأحمر للسفر إلى الكاميرون غدا الخميس استعدادا لمواجهة القطن السبت القادم في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية. ومن جهته أعرب وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي عن صعوبة مباراة القطن الكاميروني المرتقبة السبت المقبل في الدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية. وأضاف جمعة: نواجه أزمة حقيقية قبل مباراة القطن الكاميروني بسبب النقص العددي في الصفوف فيما يتعلق بالقائمة الإفريقية، بالإضافة إلى غياب حسام عاشور للإيقاف. وأوضح أن المنافس الكاميروني قوي وعنيد واختلف كثيرا عن الفريق الذي واجهه الأهلي في الموسم الماضي، إلى جانب أنه يضم بين صفوفه 4 لاعبين دوليين بصفوف المنتخب الكاميروني، وهم حارس المرمى والظهير الأيمن ومهاجم آخر بجوار مهاجم منتخب النيجر داوود كاميلو، ولاعب وسط ملعب بديل لموسيدان الذي انضم للأهلي. وتابع جمعة: نتابع بشكل مستمر تجهيز استقبال بعثة الأهلي في الكاميرون من خلال القنصل المصري في الكاميرون، والذي يتواصل معنا باستمرار، وننتظر تقريره اليوم عن فندق الإقامة الذي يستضيف بعثة الأهلي. ووصل صلاح الدين الإثيوبي مهاجم الأهلي غيابه عن تدريبات فريقه الجماعية بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك. ويعاني الإثيوبي من إجهاد شديد في عضلة السمانة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لإجراء أشعة اليوم الأربعاء وتحديد حجم إصابته وموعد عودته للملاعب.
وفي الإطار ذاته واصل صبري رحيل ظهير أيسر الفريق أداء تدريبات منفردة بسبب التهابات الغدة الليمفاوية التي أبعدته عن المشاركة في ميران أمس الثلاثاء أيضا. ومن جهة أخرى أدى رباعي فريق الأهلي أحمد عبد الظاهر ومحمد رزق وعمرو وردة ومحمد هاني ميرانا استشفائيا في ميران الفريق بسبب حالة الإجهاد التي يشكو منها الرباعي. ويستغل الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو عدم قيد الرباعي في قائمة الفريق الإفريقية من أجل تجهيزهم لمنافسات مسابقة الدوري. ايا كان مين هيلعب رغم الصعوبات، وفي لعيبه زي حسام عاشور مش هيبقوا موجودين، لكن عندنا ثقه كامله في لاعبي النادي الاهلي اللي هم دايما عند الميعاد، دايما رجاله. ان شاء الله ان شاء الله يرجعوا لنا بالنصر. عشان كده نعرف معلومات اكتر من زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد النهارده في التدريب، ونعرف منه ايه الجديد. هشام امير، برحب بيك طبعا كابتن شادي محمد، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. في الاول طبعا عايز ابارك لكل اعضاء النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي على البطوله الغاليه، بطوله كاس السوبر بعد الفوز على نادي الزمالك يا كابتن. عايز اعرف منك، انت كنت موجود النهارده في التدريب، اللعيبه اتدربوا الساعه 9 الصبح، ايه اللي انت شفته النهارده؟ يمكن هو طبعا كان في تركيز كبير جدا على اللعيبه اللي هي مقيده في القائمه الافريقيه يا كابتن. يمكن هم حوالي 16 لعيب، هيتضاف ليهم شريف عبد الفضيل وهيسافر معاهم، هيبقوا 17 لعيب. بس شريف عبد الفضيل هيسافر عشان يكمل بقيه برنامجه التاهيلي المحطوط له، عشان ان شاء الله يرجع للفريق ويرجع للملعب في اقرب وقت. يمكن النهارده انا مش هضيف على التقرير كتير. يمكن النهارده صبري رحيل جري شويه طبعا حوالين الملعب بعد الغده الليمفاويه اللي لحقت بيه مؤخرا، ويمكن هيشارك بشكل كبير جدا بكره طبيعي جدا في التمرين. هيشارك في المباراه برضو ان شاء الله بشكل طبيعي. ايضا صلاح الدين هيجيب عشان الشد اللي جاله في ماتش الزمالك، وهيعمل اشعه رنين طبعا على مكان الشد اللي جاله في السمانه. شريف عبد الفضيل زي ما قلت لحضرتك هو ان شاء الله هيبقى جاهز قريب جدا وهيسافر مع الفرقه. برضو عايز محمد فاروق شارك في التدريب؟ محمد فاروق شارك بشكل طبيعي جدا. برضو وليد سليمان شارك بشكل طبيعي، عشان وليد سليمان يمكن جاله ارتجاج خفيف كده في المخ في ماتش الاهلي والزمالك، لكن هو النهارده شارك بشكل طبيعي، وبيجهزوه طبعا لمباراه القطن عشان اكيد وليد لعيب مهم جدا. محمد رزق برضو يمكن عنده شد خفيف كده في الخلفيه، وهيبقى جاهز برضو الماتش الرجاء ان شاء الله في الدوري. طبعا زي ما حضرتك عارف الفريق هيسافر بكره ان شاء الله، يعني هيتجمعوا في المطار في تمام الساعه 1 ظهرا، والاقلاع هيبقى الساعه 3 عصرا. برضو عايز اقول لحضرتك طبعا رئيس البعثه طاهر الشيخ في المنسق بتاع او القنصل الموجود هناك في الكاميرون خلاص وصل جروه، مدينه جروه، عشان يستقبل بعثه النادي الاهلي بكره. يمكن الرحله هتستغرق حوالي 6 ساعات. التمرين بكره هيبقى الصبح في النادي الاهلي في الجزيره، مش هيبقى فيه تمرين طبعا، بالتالي ان هم لما يوصلوا مش هيبقى فيه تمرين، هيبقى تاني يوم على طول، وهيبقى التوقيت هي تدريبه واحده يوم الجمعه بالظبط كده، هتبقى في نفس توقيت المباراه اللي هو هيبقى الساعه 4 عصرا بتوقيت القاهره كده. امير، اللعيبه المستبعده هيبقى فيه تدريب ليهم؟ اكيد هيبقى ليهم تدريب هنا في النادي الاهلي في الجزيره، عشان طبعا يبقوا جاهزين مجرد ما يرجع الفريق ان شاء الله، ومباريات الدوري نستأنفها ان شاء الله باذن الله او نبتديها، فيكونوا جاهزين بشكل كبير جدا يعني. حابب تضيف اي حاجه ثانيه يا امير؟ عايز اقول ان كابتن وائل جمعه عقد جلسه مع دكتور ايهاب علي طبعا طبيب الفريق والشيف محمد الدالي تحديد متطلبات البعثه في الكاميرون من اغذيه مختلفه، خاصه ان بعثه الاهلي مش هتستخدم غير ميه معدنيه في الكاميرون طبعا، عشان ما يبقاش فيه امراض او يعني اللعيبه ما تتعرضش للامراض المختلفه اللي موجوده هناك. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. كل الامنيات الطيبه لفريق النادي الاهلي، عندنا ثقه فيكم بشكل كبير جدا، عندنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله ان شاء الله ترجعوا لنا بنتيجه طيبه. دلوقتي نروح لحدوته 100 سنه اهلي وارجع لحضراتكم. صفحتنا اليوم من تاريخ الأهلي في أكثر من 100 سنة نفتح صفحة واحد من أهم الرموز التاريخية في الأهلي، منبع من منابع الاحترافية والأخلاق والمبادئ في القلعة الحمراء. سيرته الذاتية مليئة بالنجاحات في كل المجالات. بياخدها ربيع وبيمشي جامدة، إنه ربيع ياسين، مواليد 7 سبتمبر عام 1960 بمحافظة بني سويف،
أحد نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وشارك مع الفراعنة في نهائيات كأس العالم 90 بإيطاليا، وكلل مجهوداته بالمشاركة في 118 مباراة دولية. بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في مركز شباب الفشن ببني سويف، ثم انتقل إلى القلعة الحمراء ليتألق في سماء المستطيل الأخضر. فعلى الصعيد الفردي يعد أفضل ظهير أيسر أنجبته الكرة المصرية بفضل مشواره الحافل بالإنجازات مع الأهلي والمنتخب الوطني في الفترة ما بين عامي 81 و 92. فمع الأهلي نجح في كتابة العصر الذهبي مع جيل الثمانينات، الجيل الفائز بأول 5 بطولات إفريقية في تاريخ النادي العريق، بالحصول على دوري أبطال إفريقيا عامي 82 و 87، ثم الفوز ببطولة كأس الأندية الإفريقية لأبطال الكأس 3 مرات متتالية أعوام 84 و 85 و 86، وهو أول إنجاز لفريق مصري يحقق لقبا قاريا 3 مرات متتالية، ويعد رقما قياسيا لا يزال مسجلا حتى الآن، بالإضافة إلى الفوز بأكثر من 10 بطولات محلية ما بين الدوري الممتاز وكأس مصر. وبرفقة المنتخب الوطني يملك ربيع ياسين كل الإنجازات، وهو أحد القلائل ممن نجحوا في الجمع بين الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 86 ثم الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية عام 87، وأخيرا الصعود إلى نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 90. وربيع ياسين هتاخد مع حسام حسن، وربيع ياسين ماشي وجوه الجول الرابع. قبل أن ينهي مشواره الدولي والمحلي مع الكرة عام 1992، وهو على منصة التتويج بلقب بطل كأس مصر عام 92 مع القلعة الحمراء. وكان ربيع الكرة المصرية وقتها في 31 من العمر، ليحترف بعدها مجال العمل في التدريب. نجم الأهلي السابق كتب التاريخ في الجزائر عندما قاد المنتخب الوطني للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 21 عام، فأصبح ثاني شخصية في تاريخ مصر بعد الراحل محمود الجوهري يحصد اللقب لاعبا ثم مدربا. فالجوهري فاز بالكأس الإفريقية لاعبا عام 57 ثم مديرا فنيا عام 98 في بوركينا فاسو. ولكن على صعيد الكبار حقق ربيع ياسين اللقب الكبير لاعبا عام 86 برفقة المنتخب الأول، ثم مديرا فنيا لمنتخب الشباب عام 2013. حاسس الناس انت بتتكلم بس باحترام وكل. ورجعنا لحضراتكم من تاني واواصل حواري مع المدرب القدير الكابتن فتحي مبروك. كنت بتكلمني على التنس والتنس الارضي بقى، كنت باجي قبل التمرين الاقيك بتلعب مع كابتن احمد ايوب، انت قلت لي تنس، هو هرب مني في التنس بقى وانتوا بتلعبوها. بنلعب تنس ارضي بعد التمرين. بعد التمرين بيكسبك برضه ولا انت بتكسبه؟ والله بس احنا لعبنا يمكن 4 مباريات يعني انا تعادل، يعني مره فطرت مرتين على حسابهم ومره فطروا هم مرتين على حسابي، فالامور فيها تعادل يعني. بتكلمهم يا كابتن باركت بس لهم؟ طبعا كلهم، كل الجهاز على فكره. دي حاجه محترمه كل جدا. الجهاز. لا لا جميله يا كابتن فتحي. لا اصل دي انت جميله يا كابتن فتحي. نادي اهلي، نادي اهلي بغض النظر اذا كنت بعيد انا ولا قريب، لا دي حاجه في دم الواحد، ولازم الواحد يتعامل يعني يتعامل بحب، يتعامل بان احنا اخوات قبل كل شيء. وكلمت كابتن عبد الصادق وكلمت احمد ايوب وكلمت طارق سليمان وكابتن علي ماهر، كلهم باركت لهم يعني. انت عشان روحك جميله يا كابتن فتحي، ده ما يطلعش الكلام ده غير من الناس المحترمه. ربنا يخليك. مش يعني عندي تقرير هو صعب ومش صعب، لان دي حياه احنا عايشين فيها، بس قبل ما اعرضه الناس بتحب تسمع الذكريات القديمه. هو التقرير في الاول بيتذاع عن الكابتن فتحي مبروك، شفنا اللي هو زامل الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب، مجموعه كبيره من النجوم الكبار اللي دايما الاجيال بتسلم بعضها. فاكر ذكريات جميله او مواقف ما تتنسيش زمان؟ لا احنا مواقف كتير قوي، انا يمكن موقف من اللي بحب قوي يعني، عارف بستمتع بيه او حاجه قفشه واحد قالها. مين يا كابتن؟ والله العظيم مين؟ انت عارف كان في حظر تجول في مصر فتره من الفترات. سنه كام؟ في الثمانينات يعني، في الثمانينات كده. تمام. وكنت انا والكابتن خطيب والكابتن زيزو، والعربيات ممنوعه، وكنا ماشيين كنا ماشيين على كوبري 6 اكتوبر رايحين النادي. وكوبري 6 اكتوبر ده مش عايز اقول لك
كميه الناس اللي ماشيه عليه غير عاديه، غير عاديه. امال حظر التجول ازاي بقى؟ ما تفهمش، طلع واحد راجل كبير بصوت عالي قال لك كله ماشي، كله ماشي ماشي. فطبعا دي كله ماشي يعني بيعبر ان الناس كلها ماشيه على رجلها يعني. فطبعا من الحاجات الجميله حتى اللي بقول لك كابتن محمود الخطيب لحد دلوقتي فاكر الراجل اللي احنا ماشيين قال لك كله ماشي. ففعلا يعني من الحاجات الجميله قوي. برضه من الحاجات الجميله قوي ان احنا كنا بنعيش مع بعض، يعني بنعيش مع بعض في ظل نظام ما كانش فيه احتراف، ولكن تلاقينا مرتبطين ببعض قوي. يعني كنا نروح النادي الساعه 10 الصبح، نخرج من النادي الساعه 11 بالليل، نلعب بلياردو، نقعد نتغدى، نروح الاستراحه، عايشين داخل النادي. فكلها ذكريات فعلا بتدل ان النادي الاهلي كان فعلا. عقدك كام يا كابتن فتحي مع النادي الاهلي؟ لا انا اول حقيقي يمكن اول ما لعبت درجه اولى يمكن الكابتن عبد الصالح الله يرحمه انا كنت باخد 6 جنيه اول عقد. 6 جنيه؟ 6 جنيه بس كنت مش عايز اقول لك ال6 جنيه دول كنت بطير بيهم. والله العظيم كنت بطير بيهم ابتهاجا بال6 جنيه دول، ابتهاجا بال6 جنيه دول. الاجيال القديمه علمتنا الانتماء وحب النادي الاهلي وانا في البدايه قلت لحضرتك الاجيال بتسلم بعضها. كنتوا بتحبوا النادي الاهلي قوي وكان في انتماء بشكل غريب. الكابتن ربيع ياسين على سبيل المثال النهارده كان معانا عفوا في حدوته 100 سنه اهلي. دايما بروح الاقي كابتن ربيع قاعد كل يوم في النادي الاهلي. ممكن هو مش ماسك حاجه في النادي الاهلي والطبيعي ان شاء الله يبقى ماسك حاجه، لكن ايه الحب وايه الانتماء؟ يعني حاجه بجد مثيره للجدل يعني. ما هو اللي يعيش داخل النادي الاهلي ويعيش في فرق النادي الاهلي ويعيش مع اعضاء النادي الاهلي الجمال فلازم هيحب النادي الاهلي. مفيش تنافر، مفيش النهارده وانت داخل حد النهارده هيقعد يقطع فيك او حد النهارده هيذم فيك او حد النهارده يتكلم عليك. مفيش الشلاليه والكلام ده. مفيش. انت النهارده بتدخل بتلاقي حتى اعضاء محترمين النهارده بتتعامل معاك بروح وبتتعامل معاك باخوه وبتتعامل معاك بود. فانت النهارده ليه ما تروحش كل يوم طالما النهارده انت حاسس ان داخل النادي الاهلي في احترام وفي ناس جميله، في ناس بتقدر وفي ناس بتحترم. فانت النهارده بتروح بكل ود النهارده النادي الاهلي. الحاجه الثانيه الجانب بقى اللي هو ايه ان هو الراجل النهارده بقيت لعيب النهارده بيلعب مع كوره ولعب داخل النادي الاهلي واعتزل، ولكن حبه وعشقه لكره القدم النهارده بتقدر تخليه يستمر النهارده مع فرقه الشمس بيلعب ومتواجد بصفه مستمره. صح. يعني انا يمكن يعني انا عايز اقول لحضرتك معلش انت بتعمل الكلام ده. يعني انت مثلا عندك التدريب في قطاع الناشئين في مدينه نصر وبرجع النادي الاهلي وبتروح راجع النادي الاهلي تلعب تنس. برجع النادي الاهلي يوميا يوميا وكنت على فكره برضو في فرقه الشمس زمان. وبعد كده بقى بعد ما الناس الكبيره الله يرحمه طبعا انيس بيه عطيه واللي هو محمود ما شفتش انت الظلم في الشمس بتاع اللواء بكر؟ اللي هو رحت لعبت ولا لا؟ ما هو اللواء بكر مريحكم مش بيجي دلوقتي مش هو ماسك مدينه نصر بيجي ايام اجازته بس اللعب معاه صعب قوي. ما هو دلوقتي هي فرقه الشمس معروفه النهارده القائد بتاعها لازم يبقى ظالم. ليه بقى كابتن؟ ايه السر في الموضوع؟ انيس بيه عطيه الله يرحمه هو اللي اداهم قال ظالم يعني النهارده هتيجي تتكلم يطردك. النهارده جبت جول ومش عايز يحسبه مش هيحسبه. فالنهارده هم عايشين على كده. اي واحد النهارده بيقود فريق الشمس لازم يبقى ظالم عشان حتى يبقى دمها خفيف فرقه الشمس. صح. لازم صح. يعني لازم احنا بنروح نستمتع ونلعب لازم يبقى فيها حاجات طبعا. والجميل يا كابتن كل اللي بيبطلوا بيبقوا موجودين، كل الاجيال القديمه بتبقى موجوده، وده الحب بقى. الناس كلها بتتجمع. في بعض اللاعبين كانوا بيلعبوا السنه اللي فاتت من غير اسماء، قلت لهم يلا الشمس بقى محتاج كله بيلعب. يعني كل اللي بيبطل. انا اول ما بطلت رحت لعبت مع فريق الشمس فتره كبيره جدا كل النجوم الكابتن طاهر وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى وكابتن شوبير ومصطفى يونس كله بيروح يلعب. كله لعب لان دي زي ما قلت لك بتبقى محطه جميله جدا. حتى بعد ما تعزل وجودك داخل النادي الاهلي وجودك النهارده بتلعب مع فرقه شمس تواجدك في النادي يعني امتداد ان انت كنت بتلعب بقى فريق الاول امتداد النهارده بتنتقل لمرحله ثانيه فريق الشمس. بتجد برضو لازم ان انت بتلعب مع مجموعه من الاعضاء داخل فرقه الشمس برضو صح. بتحس بمتعه في شيء من الالفه وفي شيء من الجمال. وايضا زي ما قلت لك كده الناس بعد ما بتخلص حتى بتلاقيهم قاعدين كلهم فرقه الشمس. حضرتك يا كابتن ملاحظ انا عارف بقى ان انت موجود في مدينه نصر وكمان بتروح الجزيره.
فاكيد شاهد على كل حاجه. ايه رايك في التطورات اللي عملها مجلس الاداره الانشائيه داخل النادي الاهلي سواء في الجزيره او مدينه نصر؟ لا انا طبعا انا بشكر يعني مجلس اداره النادي الاهلي والاعضاء لمس ذلك، والاعضاء طبعا بتشكرهم جدا جدا ان في دلوقتي تطوير حلو قوي 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 في منشآت النادي الاهلي. صح. في النهارده حاجات بتتبني جديده. اذا كان طبعا المهندس محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي بيبصوا فعلا بمنظور ان هم في خدمه اعضاء النادي الاهلي، فانا شايف ان هم بيعملوا حاجات جميله جدا، حاجات تستحق فعلا الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي في هذه الفتره، لان هو فعلا بيسعى لتطوير النادي الاهلي، وبيسعى ايضا ان النادي الاهلي واعضائه يحسوا بوجود هذا المجلس، ويحسوا ايضا باستمتاع داخل النادي الاهلي، ويحسوا بحاجات جديده النهارده شاهد في النادي الاهلي زي اوضه اللبس النهارده. صح. على نطاق اوضه اللبس النهارده على نطاق عالمي، يعني لما تيجي النهارده في تطوير على نطاق عالمي. النهارده العضو بيجد ان فعلا مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بيسعى النهارده انه يخدم العضو، فدي مهمه جدا جدا ان المجلس اداره النادي الاهلي بيطور في منشاته، بيعمل منشات جديده. فانا شايف ان لمسه جميله جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن فتحي، معايا تقرير انا سميته تقرير رد الجميل. نجوم النادي الاهلي بيحققوا مش واحد ولا اتنين، كل الاجيال. جيل حضرتك حقق نجاحات، والجيل اللي بعديه والجيل اللي بعديه. هو ده الطبيعي والمنطقي داخل النادي الاهلي على مدار تاريخه. فالتقرير اللي انا هعرضه ده انا سميته تقرير رد الجميل. ايه راي حضرتك نروح نشوفه وتعلق لي عليه؟ نشوفه، اتفضل. يلا نتفضل نروح نشوف تقرير، نشوف معانا تقرير رد الجميل معانا مين، ونرجع نعلق عليه مع الكابتن فتحي مبروك. يصلحها لصفوت عبد الحليم. حاليا زي ما انت شايف كده بمشي بالعافية، ما بمشيش خالص بالعكاز كده او بتاع، بس دي اللي بمشي بيها بالعافية يعني. الأول بس عايز أسلم على كابتن شادي وأقول له مبروك على البرنامج ومبروك لمصر كلها البرنامج ده، وبحب أشجع قناة الأهلي. برحب بيكم بيتي طبعا. هو عارف إني مقدرش أروح هناك يعني، هو بس جت غلطة في المخ. رحت مستشفى حسن وكده، خدت علاج وبتاع، بس العلاج كله، ورحت المستشفى المعادي كل العلاج ما جابش نتيجة. هي أساسا غلطة في المخ، أثرت على إيدي اليمين ورجلي اليمين. من 8 سنين، وكنت ساعتها مبسوط جدا. مش الناس بيقول لي ايه، جت خبر وحش بتاع وحش عمل، بالعكس كنت ساعتها سعيد جدا. والبتاع دي جت، كنت راكب عربية واحد صاحبي، وجيت انزل من العربية ما قدرتش انزل. روحت البيت، رحت رايح المستشفى تاني، بس قالوا لي غلطة وبتاع غلطة. طيب الحل ايه؟ قالوا لي خد حبوب دي برشام، ادوني شرط البراشيم، كنت باخد 27 حباية في اليوم، بس ما عملتش حاجة. كابتن أحمد الباقي، كابتن شطة، دول أكتر اتنين بيسألوا عليا على طول، وكابتن زيزو كمان رئيس قطاع الناشئين بيسألوا على طول. دول بس ما حدش بيسأل تاني. بضطر أسأل عليهم، هم بطلوا يسألوا، خلاص بطلت أكلم حد. في النادي عامل لي مرتب وماشي الحمد لله يعني. معايا عربية كويسة يعني وبعتها غصب عني يعني عشان أدفع طبعا النادي بيساعدني جدا في المرض. يعني أكلم الدكاترة وأكلم مستشفى المعادي بتاعت عارف مستشفى المعادي، رحتها مرتين. رحت المستشفى هنا اسمها مستشفى حسب مرتين
هو تابعت العربية بس عشان الظروف دي. ما أنا كنت عامل محل كبير جدا في الدقي، بعته برضه، بعته كل حاجة بصراحة. أهم شيء بحبهم ولادي الاتنين، بموت فيهم طبعا. دول أهم هدية ادانا ربنا. هو في ماتشين ونفسي أشوفهم، ماتش إحنا وولاد باخ ألمانيا، هو ماتش إحنا والزمالك هنا 4-2، نفسي أشوفهم. على ضرب يلعبها اوفسايد. الجول الثاني. واحد. يلا الكرة وخد عليه وبيلعبها عالية. الماتش الأولاني ولاد باخ ده كان حاضر في الاستاد 130-140 ألف. الماتش الأربعة جولاد باخ ده كان هو لعب الزمالك قبلنا، كسب الزمالك 2-1. احنا تعادلنا مع التاني 2. ماتش بالنسبة لي أحلى ماتش لعبته، ونفسي أشوفه تاني بصراحة. ورفعها عالية. جول للنادي الأهلي. هيخش بيها ويلعبها. وقع في الأرض ويقدر يحط جول. ربنا خلصنا ويشفينا من المرض ده. كابتن صفوت عبد الحليم، يعني الف سلامه عليك. اكيد مفيش، يعني احنا مش عايزين نتكلم دايما، في احيانا بتشوف حاجات بيبقى مشاعرك على الشاشه بتبقى صعبه جدا، ولكن انت قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يشفيك، واكيد هيكون لنا دور مهم معاك الفتره اللي جايه. كابتن فتحي، تقولي للكابتن صفوت؟ هو طبعا انا بقول لكابتن صفوت ربنا يشفيك يا كابتن صفوت، وانت من العلامات المميزه في تاريخ الكره المصريه، لان كنت لعيب الناس بتستمتع بيك زمان، وجماهير النادي الاهلي بتستمتع بيك، وجماهير النادي الاهلي فاكراك لحد دلوقتي، وفاكره فنياتك العاليه قوي. ولكن هذا قضاء ربنا سبحانه وتعالى، ان انت مريت بظروف صعبه فعلا. الظروف الصعبه دي فعلا مرت في ظل يمكن هو قال انا بعت حاجات كتير، وفي ظل يعني تغيرت شخصيه الكابتن صفوت بعد ايضا المرض ده، وبعد الجلطه ما جات له. هو عاش فتره فعلا كانت فتره صعبه جدا، فتره ايضا في حياته مرت كان في ظروف حتى عائليه كانت عنده. فاتمنى له الشفاء، واتمنى له ان هو يبقى ان شاء الله في احسن حال، واتمنى له ايضا ان ولاده الاثنين يساعدوه، ولاده الاثنين يشيلوه. واتمنى ايضا ان الكابتن صفوت عبد الحليم يعني هو بس انا بعتب عليه معلش يا كابتن شادي، في ظل هذه الظروف بعتب عليه، لان مش عايز اقول لك اسال عمر ابنه، واسال عندنا عامل في النادي الاهلي اسمه رجب، اساله، واسال الكابتن خطيب، واسال الكابتن اكرامي. احنا كنا بنتعامل مع الكابتن صفوت عبد الحليم انه اخ لينا، واي حاجه كان بيطلبها كنا بنحققها له، واي حاجه كان بيطلبها. واحنا يمكن في فتره من الفترات على فكره الكابتن صفوت كان قاعد وصعب عليا جدا جدا جدا، كان قاعد في شقه في الشروق قدام النادي الاهلي في مدينه نصر، وانا رحت زرته 3-4 مرات، واشفقت عليه جدا، وكنت بحارب ان صفوت عبد الحليم يسيب هذه الشقه. واتفقت انا والكابتن خطيب والكابتن اكرامي ان احنا هندخله مستشفى على حسابنا الخاص لمده 10-15 يوم، ويتعالج ويبقى في حاله كويسه، وبعد كده نقدر نرجعه البيت. يعني في ظل هذه الظروف كنا احنا متولين هذه المسؤوليه. ويعني عايز اقول له ان الكابتن احمد عبد الباقي والكابتن شطه وانا بسال عليه، والكابتن خطيب بسال عليه، والكابتن اكرامي، وكل نجوم الزمن الجميل. احنا بس عشان ما نظلمش واقول الامور كلها، لما سجلنا معاه كان قبلها بيوم تعبان جدا، كان لسه خارج المستشفى. يعني احنا سجلنا معاه، ودي الظروف الحقيقيه اللي كان هو فيها، فممكن ظروف مرضه ما خلتوش يقول الاسماء كلها دي عشان يبقى احقاقا للحق يعني. لا هو قال لك ان الوحيدين اللي بيسالوا، لا احنا بنسال، وزي ما قلت لك انا صادق جدا وصريح جدا. انا عارف دورك واللي انت عملته كله طبعا، انا عارف ابنه واسال، يعني الحمد لله مش عايز طبعا الحاجات دي تبقى، ولكن صفوت اخ ليا، وربنا يشفيه وربنا يعافيه،
وانا شخصيا في خدمه صفوت في اي حاجه يطلبها انا عنيا ليه، في اي ظروف انا عنيا ليه، لان صفوت اخ وصفوت لعبنا مع بعض. صفوت من الناس السلوك الجميل اللي بيتمتع بسلوك جميل، انسان طيب جدا، انسان حبوب جدا، انسان ما بيضرش حد، وطول عمره كده يعني. طول عمره صفوت شخصيته شخصيه هاديه جدا 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 فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. هو كان ليه عشاق من اعضاء النادي الاهلي بيستمتعوا بفنيات الكابتن صفوت عبد الحليم. فبقول للكابتن صفوت عبد الحليم، يا رب يكون سامعني دلوقتي، احنا اخوات وهنفضل طول عمرنا اخوات، واحنا في خدمتك في اي حاجه يا كابتن صفوت. عمرنا ما هنسيب حد، ما فيش حاجه اسمها فيها دي ما فيهاش اجيال، عمرنا ما نسيب حد في ظروف وحشه. وربنا يشفيك ويعافيك، واعتبرني اخ ليك وانا تحت امره في اي حاجه. يعني كابتن صفوت عبد الحليم، مهم جدا نقول لحضرتك الف الف سلامه عليك، واحنا هيبقى لينا دور مهم جدا ان شاء الله، وده بالتفكير اللي انا وفريق العمل دايما بنفكر فيه، اللي يبقى لينا دور مجتمعي محترم مع ولاد النادي الاهلي وكمان غير ولاد النادي الاهلي. دلوقتي ناخد فاصل سريع ونروح على كرسي الاعتراف مع الكابتن فتحي مبروك. جاهز يا كابتن فتحي؟ جاهز. متوتر ولا كله تمام؟ لا، ما انت حاططني داخل اطار احمر اهو. يعني كرسي الاعتراف وفي نفس الوقت مش نقل. يعني في البدايه بقى هبتدي معاك بدايه سخنه النهارده. سنين عمل طويله مع الكابتن جوهري، وبعد كده مشيت وجه الكابتن زيزو اشتغل معاه. ايه الاسباب رحيلك مع الشغل مع الكابتن محمود الجوهري؟ لا، هو ابدا الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه كان في خلافات؟ لا ابدا ابدا، ده هو كان يمكن بيقول لي يا فتحي انا عايزك بقى تنطلق. والله يقول لي عايزك تنطلق، عايزك تبقى مدير فني، مدير فني. فما كانش اي خلافات الحمد لله. احنا اشتغلنا كتير قوي مع بعض، ويمكن اخر سنه اشتغلنا فيها كان انا فاكر سنه 99 في كاس القارات، وانا جات لي فرقه الشرقيه ومسكت فرقه الشرقيه، وهو حتى ساعتها قال لي يا فتحي خليك انت بقى في الشرقيه اشتغل، وانا من زمان بقول لك انطلق. وفعلا الراجل كان عنده حق ان انا اتاخرت قوي في عمليه الانطلاق. الكابتن فكري صالح دخل معايا مداخله قبل كده وزعلان جدا، قال الاردن كرمت الكابتن محمود الجوهري تكريم يليق، ازاي احنا في مصر ما كرمناهوش؟ انت زعلان زي الكابتن فكري صالح؟ طبعا كنت زعلان جدا جدا، زعلان في جنازته وزعلان في حضور الجنازه وحضور ايضا مراسم الجنازه. كنت زعلان جدا، كنت زعلان جدا ان مفيش حد كرم الكابتن محمود الجوهري بالمستوى اللائق، المستوى اللي يليق فعلا بمدير فني مخلص جدا للكره المصريه، مدير فني وصل مصر كأس العالم، مدير فني أيضا في بوركينا فاسو 98، مدير فني كان بيخطط تخطيط رائع للكرة المصرية، محدش كرمه ومحدش قدره. وأنا من ناحيتي بقول للكابتن محمود الجوهري ربنا يتولاه ورحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. الكابتن محمود الجوهري فعلا كان يستحق تكريم على مستوى عالي، ولكن ظل الظروف اللي احنا كنا بنمر بيها في مصر في الثلاث سنوات اللي فاتوا يمكن دي اللي خلت تكريم الكابتن محمود الجوهري يمكن ما كانش بالصوره اللائقه والصوره المناسبه. قلت لي لو كان اتعرض من خلال الحوار اي اسم على تدريب النادي الاهلي كنت هتزعل جدا. تقصد من الكلام لو عشان الاسم اللي كان متداول وقتها وانت موجود الكابتن مختار؟ لا، ده الصحافه تداولت اسامي كتيره، اسامي كتيره ومصريين وانت النهارده من بره النادي من بره النادي. ده في ناس اتعرضت من بره النادي النهارده. ازاي يعني النهارده ازاي راجل بيشتغل والنهارده الراجل بيعمل بطوله وزار النهارده يقول ده النهارده تم ترشيح كذا وتم ترشيح كذا، كلها اجتهادات صحفيه وما كانتش اي حاجه بتطلع من مجلس الاداره بهذا الخصوص. يعني ده كلها النهارده زي ما قلت لك الصحافه ما بتحب حاجه تعملها، الصحافه ما بتحب تتداول خبر بتحب، الصحافه ما تحب النهارده تعمل حاجه النهارده تخلي النهارده بيبقى فيه قلق بتعملها. فهو النهارده يعني الصحافه في ظل الظروف اللي احنا كنا بنمر بيها النهارده بيرشح ده وبيرشح ده وبيرشح ده وبيرشح ده، مدربين مصريين
حضرتك قلت اختيارات منتخبات الناشئين ده امر طبيعي جدا، النتائج السلبيه دي عشان خاطر اختيارات اتحاد الكوره مش موضوعيه وفيها مجاملات. هي مرت زي ما قلت لك بظروف فيها شيء من المجاملات، شيء كبيره جدا من المجاملات، وايضا شيء ان الكره كانت متوقفه بالنسبه لمسابقات الشباب ومسابقات الناشئين في هذه الفتره، فطبعا الاختيارات كانت بتتم على صوره يمكن من قبل كده. الاحتكاكات انا شايفها كانت احتكاكات ضعيفه جدا جدا بالنسبه للمنتخبات. الامور كلها اصبحت زي ما قلت لك يمكن دي. حضرتك تقصد منتخبات الشباب ولا المنتخب الاول؟ لا انا بتكلم عن المنتخبات عموما. المنتخبات عموما يعني المنتخب الاول اختياره كان فيه مجاملات برضه؟ في شيء من المجاملات، يعني في شيء في المدير الفني ولا الجهاز المعاون؟ في شيء. لا بص احنا خلينا برضو نتكلم بواقعيه ونتكلم بصراحه، وارجو ان محدش يزعل. في شيء دايما بيبقى في شيء من المجاملات، يعني شيء من المجاملات. النهارده انت كنت قلت لي كلمه التوازن، النهارده التوازن لازم، التوازن مطلوب. النهارده في عناصر النهارده يمكن لسه مبطله كوره امبارح واصبحت ضمن جهاز منتخب مصر الاول. ما ينفعش. مين صاحب المجاملات؟ ما ينفعش والله. دي يا كابتن شادي بقى حضرتك يعني اتصال تليفوني كده، اسال رئيس الاتحاد واسال الناس اللي في اتحاد كرة القدم. قصدك مين رئيس الاتحاد؟ طبعا الاستاذ جمال. هو الاستاذ جمال؟ ولا كابتن هاني ابو ريده؟ لا اسال بقى انت، اسال مين صاحب المجاملات وصاحب النهارده الكلمه العليا والسلطه المطلقه في اتحاد كرة القدم. والنهارده ليه؟ يعني النهارده ما في النهارده مدربين او مديرين فنيين على مستوى عالي جدا جدا ممكن يتولوا فرق الشباب والناشئين وكل هذه الامور. ده معناها ان انت بتوجه رساله، يعني النهارده اما اللعيب بيبطل ما ينفعش اديله يمسك فريق لسه محتاج نوعيه تدريبات معينه زي قطاعات الناشئين مثلا. ده من ضمن الحاجات اللي انت تقصدها؟ من ضمن الحاجات اللي انا اقصدها. انت بتقول لي في مجاملات، بقول لك في مجاملات. النهارده في مدربين فعلا في النهارده في جهاز الفريق الاول للمنتخب لسه مبطلين ودخلوا النهارده مدربين منتخب مصر. مدربين منتخب مصر ما ينفعش. عشان كده النتائج سلبيه. ما ينفعش. مش حكايه سلبيه يا كابتن شادي، حكايه النهارده برضو الاصول اصول. انت النهارده عندك النهارده عدد كبير جدا 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 من المدربين. اختار بطريقه صحيحه، اختار بطريقه فيها شيء من العدل، اختار بشيء من الشفافيه والصدق وبعيدا عن المجاملات، لان كره القدم لا تحتمل المجاملات سواء في التدريب او سواء في اختيار لعيبه او. كابتن فتحي مبروك. معنى كلامك اللي انت عندك احساس بالظلم. لا انا ما بقولش عليا، مش شرط انا بقول لك في ناس النهارده مدربين ممكن يتولوا، في مدربين على الساحه كويسين جدا، جدا. يعني اللي انا عايز اقصده اللي المكان الكابتن فتحي مبروك اللي هو يكون ماسك فريق مش الناشئين، هو ده جايه من هنا ان انت عندك احساس بالظلم. المكان حضرتك الطبيعي اللي تبقى ماسك فرقه كبيره او فرقه في منتخبات مصر او المنتخب الاول مش قطاع الناشئين. هو مكاني الطبيعي من زمان، مش من النهارده او مش من انا عشان حرزت بطوله دوري مع النادي الاهلي. لا انا من زمان، يعني من زمان انا الحمد لله من زمان انا اشتغلت كتير قوي في المنتخب واشتغلت كتير قوي في انديه، فكنت استحق ان اشتغل مدير فني لاحد انديه ومدير فني ايضا لمنتخبات الشباب او الناشئين. يعني حضرتك تقصد من الاخر كده التدريب في مصر علاقات؟ طبعا. على فكره في ناس جت قاعده على الكرسي ده وخافت تقول لا علاقات وبقولها بالفم المليان وبقولها وبكل ثقه وبقولها بكل تقدير وكل احترام لجميع مدربي مصر. كنت احد اعضاء الجهاز الفني ووصلتونا كاس عالم ومن ساعتها مش عارفين نروح، لدرجه ان الكابتن مجدي عبد الغني عمال يذلنا بضربه الجزاء. حققنا 2006 2008 2010 اكتساح لبطوله افريقيا، من بعدها مش عارفين نوصل. السبب ايه؟ هقول لك السبب ان في سنه 2006 2008 2010 كان النادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي في مستوى فني رائع،
وكان النادي الاهلي عنده لعيبه كتيره جدا جدا من بره، وكان النادي الاهلي بيكسب بطولات افريقيه وبيكسب على المستوى المحلي، وكانت اللعيبه على مستوى عالي. تعال بص ل 2006 2008 و2010 هتلاقي ما يمثل نسبة كبيرة 7 و8 جدا، لعيبة. نسبة كبيرة جدا من لاعبي النادي الأهلي بتمثل منتخب مصر في هذه الفترة. فكانت الفرقة فرقة كويسة. كابتن حسن شحاتة كان بيتعامل بمعايير كويسة. كابتن حسن شحاتة بيتعامل أيضا مفيش عاطفة. كابتن حسن شحاتة كان بيتعامل نفسيا مع اللعبة كويس. قدر يتعامل مع الصحافة وقدر يتعامل مع الجماهير. فعشان كده 2006 و2008 و2010 قدرنا ناخد هذه البطولات. ما كلمتنيش عن اسرتك سريعا يا كابتن فتحي، عندك اولاد ايه؟ قول لي. انا الحمد لله عندي المهندس عمرو وعندي مهند، والاثنين ربنا ما شاء الله يخليهم زي لك. الفل، وربنا ربنا يخليهم ويديهم الصحه ويسعدهم في حياتهم. عمرو طبعا متجوز وعنده فريده وعنده يوسف، الاحفاد عجزوك؟ احفاد لذاذ جدا جدا. لا الحمد لله. ومهند دلوقتي هو قاعد في انجلترا، واتمنى له ان شاء الله كده ان هو يستمر ويبقى كويس، واتمنى له ما يجي ان شاء الله يبقى يخش في معترك الزواج ان شاء الله، واتمنى له ان هو يبقى دايما يبص للمستقبل ودايما يبقى مستقبله كويس ان شاء الله يعني. كابتن فتحي في النهايه شرفتني ونورتني، وانا سعيد جدا جدا بالحلقه معاك النهارده. وانا زي ما قلت في البدايه، انت حضرتك راجل المواقف الصعبه وبتبقى قدها وقدود، عشان كده جماهير النادي الاهلي بتحبك بتعشقك، وانا شفت ده بعناية اكتر من مره. واتشرف اللي في يوم من الايام كنت مدربي تعبتني شويه وكنت بتصحينا بدري، لكن مش مشكله. الكاميرا مع حضرتك لو حابب تقول اي حاجه. لا انا بحب طبعا زي ما انت ما قلت لي ان جماهير النادي الاهلي بتحبني، وانا بحب جماهير النادي الاهلي جدا زي ما قلت لك في بدايه الحديث. تمام. وبعشق جماهير الالتراس وبعشقهم. انا صريح بعشقهم وبحبهم جدا، وبقول لهم دائما انتم مساند للنادي الاهلي، ودائما ان شاء الله انتم بتشاركوا في بطولات النادي الاهلي. بقول لكل الناس مشاهدي قناه النادي الاهلي ارجو انكم تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه، وارجو ان شاء الله دايما لو في اسئله على خاطركم ادوها للكابتن شادي وانا اجاوب لكم عليها على كرسي الاعتراف. ما تهمكوش. شرفتني ونورتني يا كابتن فتحي. شكرا يا كابتن. في نهايه حلقتي النهارده كان معانا نجم من نجوم النادي الاهلي والمدرب القدير صاحب المواقف الصعبه والتوقيتات الصعبه، بيكون موجود وبيقدر يحقق بطولات لجماهير النادي الاهلي، كابتن فتحي مبروك. عايز بقى اقول حاجه مهمه جدا، هكرر تاني من خلال الحلقه النهارده، اي حد مش قادر يتحكم في اعصابه ما يعملش مداخلات. اللي يعمل مداخلات اللي هو يقدر يبقى متزن، ويقدر اللي هو ما يهنش رموز، واللي يقدر ما يهنش جماهير. ده رجاء لو مش قادر تتحكم في نفسك ما تعملش مداخلات، لان احنا عايزين رياضه محترمه تحترم كل الناس وتقدر كل الناس وتقدر كل الرموز، لان لو ما حافظناش على رموزنا مش هيبقى عندنا حد نتكلم عنه، مش عندنا حد يقود الرياضه او يتكلم في الرياضه او يطور في الرياضه. لكن الاهانات هنا وهناك وكل يوم بقت كتير قوي وزياده عن الحد. اكيد ما بنقولش اسماء، اكيد حضراتكم عارفين مين، واحنا في برنامجنا هنا ما بنخافش، لكن ما بنقولش اسماء، ان كل واحد عارف نفسه. احنا ملتزمين بعدم التعصب في قناه النادي الاهلي، ملتزمين بالاحترام واللي انت تحترم المنافس، ملتزمين كل ما هو في مصلحه الرياضه. فاتمنى اي حد مش قادر يتحكم في نفسه ويتحكم في اعصابه ما يعملش مداخله تعمل فتنه ما بين جماهير كبيره جدا. في نهايه حلقتي بشكر مخرجي الاستاذ احمد بركاوي ورئيس تحرير الاستاذ عمرو مخلوف وهشام محاسن ومحمد مراد وابو علي وتامر وكمان احمد للتقارير. واستنونا في حلقه جديده من الكره والجماهير، وتصبحوا على الف خير.
جاهز يا كابتن فتحي؟ جاهز. متوتر ولا كله تمام؟ لا، ما انت حاططني داخل اطار احمر اهو. يعني كرسي الاعتراف وفي نفس الوقت مشنقه. يعني في البدايه بقى هبتدي معاك بدايه سخنه النهارده. سنين عمل طويله مع الكابتن جوهري، وبعد كده مشيت وجه الكابتن زيزو اشتغل معاه. ايه الاسباب رحيلك مع الشغل مع الكابتن محمود الجوهري؟ لا، هو ابدا الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه كان في خلافات؟ لا ابدا ابدا، ده هو كان يمكن بيقول لي يا فتحي انا عايزك بقى تنطلق. والله يقول لي عايزك تنطلق، عايزك تبقى مدير فني، مدير فني. فما كانش اي خلافات الحمد لله. احنا اشتغلنا كتير قوي مع بعض، ويمكن اخر سنه اشتغلنا فيها كان انا فاكر سنه 99 في كاس القارات، وانا جات لي فرقه الشرقيه ومسكت فرقه الشرقيه، وهو حتى ساعتها قال لي يا فتحي خليك انت بقى في الشرقيه اشتغل، وانا من زمان بقول لك انطلق. وفعلا الراجل كان عنده حق ان انا اتاخرت قوي في عمليه الانطلاق. الكابتن فكري صالح دخل معايا مداخله قبل كده وزعلان جدا، قال الاردن كرمت الكابتن محمود الجوهري تكريم يليق، ازاي احنا في مصر ما كرمناهوش؟ انت زعلان زي الكابتن فكري صالح؟ طبعا كنت زعلان جدا جدا، زعلان في جنازته وزعلان في حضور الجنازه وحضور ايضا مراسم الجنازه. كنت زعلان جدا، كنت زعلان جدا ان مفيش حد كرم الكابتن محمود الجوهري بالمستوى اللائق، المستوى اللي يليق فعلا بمدير فني مخلص جدا للكره المصريه، مدير فني وصل مصر كأس العالم، مدير فني أيضا في بوركينا فاسو 98، مدير فني كان بيخطط تخطيط رائع للكرة المصرية، محدش كرمه ومحدش قدره. وأنا من ناحيتي بقول للكابتن محمود الجوهري ربنا يتولاه ورحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. الكابتن محمود الجوهري فعلا كان يستحق تكريم على مستوى عالي، ولكن ظل الظروف اللي احنا كنا بنمر بيها في مصر في ال3 سنوات اللي فاتوا يمكن دي اللي خلت تكريم الكابتن محمود الجوهري يمكن ما كانش بالصوره اللائقه والصوره المناسبه. قلت لي لو كان اتعرض من خلال الحوار اي اسم على تدريب النادي الاهلي كنت هتزعل جدا. تقصد من الكلام لو عشان الاسم اللي كان متداول وقتها وانت موجود الكابتن مختار؟ لا، ده الصحافه تداولت اسامي كتيره، اسامي كتيره ومصريين وانت النهارده من بره النادي تقصد؟ من بره النادي. ده في ناس اتعرضت من بره النادي النهارده. ازاي يعني النهارده ازاي راجل بيشتغل والنهارده الراجل بيعمل بطوله وزار النهارده يقول ده النهارده تم ترشيح كذا وتم ترشيح كذا، كلها اجتهادات صحفيه وما كانتش اي حاجه بتطلع من مجلس الاداره بهذا الخصوص. يعني ده كلها النهارده زي ما قلت لك الصحافه ما بتحب حاجه تعملها، الصحافه ما بتحب تتداول خبر بتحب، الصحافه ما تحب النهارده تعمل حاجه النهارده تخلي النهارده بيبقى في قلق بتعملها. فهو النهارده يعني الصحافه في ظل الظروف اللي احنا كنا بنمر بيها النهارده بيرشح ده وبيرشح ده وبيرشح ده وبيرشح ده مدربين مصريين. حضرتك قلت اختيارات منتخبات الناشئين ده امر طبيعي جدا، النتائج السلبيه دي عشان خاطر اختيارات اتحاد الكوره مش موضوعيه وفيها مجاملات. هي مرت زي ما قلت لك بظروف فيها شيء من المجاملات، شيء كبيره جدا من المجاملات، وايضا شيء ان الكره كانت متوقفه بالنسبه لمسابقات الشباب ومسابقات الناشئين في هذه الفتره. فطبعا الاختيارات كانت بتتم على صوره يمكن من قبل كده. الاحتكاكات انا شايفها كانت احتكاكات ضعيفه جدا جدا بالنسبه للمنتخبات. الامور كلها اصبحت زي ما قلت لك يمكن دي. حضرتك تقصد منتخبات الشباب ولا المنتخب الاول؟ لا، انا بتكلم عن المنتخبات عموما. المنتخبات عموما يعني المنتخب الاول اختياره كان فيه مجاملات برضه؟ في شيء من المجاملات، يعني في شيء في المدير الفني ولا الجهاز المعاون؟ في شيء. لا بص احنا خلينا برضو نتكلم بواقعيه ونتكلم بصراحه، وارجو ان محدش يزعل. في شيء دايما بيبقى في شيء من المجاملات، يعني شيء من المجاملات. النهارده انت كنت قلت لي كلمه التوازن، النهارده التوازن لازم، التوازن مطلوب. النهارده في عناصر النهارده يمكن لسه مبطله كوره امبارح واصبحت ضمن جهاز منتخب مصر الاول. ما ينفعش. مين صاحب المجاملات؟ ما ينفعش والله. دي يا كابتن شادي بقى حضرتك يعني اتصال تليفوني كده اسال رئيس الاتحاد واسال الناس اللي في اتحاد كرة القدم. قصدك مين رئيس الاتحاد؟ طبعا الاستاذ جمال. هو الاستاذ جمال؟ ولا كابتن هاني ابو ريده؟ لا، اسال بقى انت، اسال مين صاحب المجاملات وصاحب النهارده الكلمه العليا والسلطه المطلقه في اتحاد كرة القدم. والنهارده
ليه؟ يعني ليه النهارده ما في النهارده مدربين او مديرين فنيين على مستوى عالي جدا جدا ممكن يتولوا فرق الشباب والناشئين وكل هذه الامور. ده معناها ان انت بتوجه رساله، يعني النهارده اما اللعيب بيبطل ما ينفعش اديله يمسك فريق لسه محتاج نوعيه تدريبات معينه زي قطاعات الناشئين مثلا. ده من ضمن الحاجات اللي انت تقصدها؟ من ضمن الحاجات اللي انا اقصدها ان انت بتقول لي في مجاملات، بقول لك في مجاملات. النهارده في مدربين فعلا في النهارده في جهاز الفريق الاول للمنتخب لسه مبطلين ودخلوا النهارده مدربين منتخب مصر. مدربين منتخب مصر ما ينفعش. عشان كده النتائج سلبيه. ما ينفعش. مش حكايه سلبيه يا كابتن شادي، حكايه النهارده برضو الاصول اصول. انت النهارده عندك النهارده عدد كبير جدا 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 من المدربين. اختار بطريقه صحيحه، اختار بطريقه فيها شيء من العدل، اختار بشيء من الشفافيه والصدق، وبعيدا عن المجاملات، لان كره القدم لا تحتمل المجاملات سواء في التدريب او سواء في اختيار لعيبه او. كابتن فتحي مبروك. معنى كلامك اللي انت عندك احساس بالظلم. لا انا بقولش عليا، مش شرط انا بقول لك في ناس النهارده مدربين ممكن يتولوا، في مدربين على الساحه كويسين جدا، جدا. يعني اللي انا عايز اقصده اللي المكان الكابتن فتحي مبروك اللي هو يكون ماسك فريق مش الناشئين، هو ده جايه من هنا اللي انت عندك احساس بالظلم. المكان حضرتك الطبيعي اللي تبقى ماسك فرقه كبيره او فرقه في منتخبات مصر او المنتخب الاول، مش قطاع الناشئين. هو مكاني الطبيعي من زمان، مش من النهارده، او مش من انا عشان حرزت بطوله دوري مع النادي الاهلي. لا انا من زمان، يعني من زمان انا الحمد لله، من زمان انا اشتغلت كتير قوي في المنتخب واشتغلت كتير قوي في انديه، فكنت استحق ان انا اشتغل مدير فني لاحد انديه ومدير فني ايضا لمنتخبات الشباب او الناشئين. يعني حضرتك تقصد من الاخر كده التدريب في مصر علاقات؟ طبعا. على فكره في ناس جت قاعده على الكرسي ده وخافت تقول لا 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 لا، علاقات وبقولها بالفم المليان وبقولها وبكل ثقه وبقولها بكل تقدير وكل احترام لجميع مدربي مصر. كنت احد اعضاء الجهاز الفني ووصلتونا كاس عالم، ومن ساعتها مش عارفين نروح، لدرجه ان الكابتن مجدي عبد الغني عمال يذلنا بضربه الجزاء. حققنا 2006 2008 2010 اكتساح لبطوله افريقيا، ومن بعدها مش عارفين نوصل. السبب ايه؟ هقول لك السبب ان في سنه 2006 2008 2010 كان فرقه النادي الاهلي في مستوى فني رائع، وكان النادي الاهلي عنده لعيبه كتيره جدا جدا من بره، وكان النادي الاهلي بيكسب بطولات افريقيه وبيكسب على المستوى المحلي، وكانت اللعيبه على مستوى عالي. تعال بص ل 2006 2008 و2010 هتلاقي ما يمثل نسبه كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي بتمثل منتخب مصر في هذه الفتره. فكانت الفرقه فرقه كويسه. كابتن حسن شحاته كان بيتعامل بمعايير كويسه، كابتن حسن شحاته بيتعامل ايضا مفيش عاطفه، كابتن حسن شحاته كان بيتعامل نفسيا مع اللعبه كويس، قدر يتعامل مع الصحافه وقدر يتعامل مع الجماهير. فعشان كده 2006 و2008 و2010 قدرنا ناخد هذه البطولات. ما كلمتنيش عن اسرتك سريعا يا كابتن فتحي، عندك اولاد ايه؟ قول لي. انا الحمد لله عندي المهندس عمرو وعندي مهند، والاثنين ما شاء الله زي الفل، وربنا يخليهم ويديهم الصحه ويسعدهم في حياتهم. عمرو طبعا متجوز وعنده فريده وعنده يوسف، الاحفاد عجزوك؟ احفاد لذاذ جدا جدا. لا الحمد لله. ومهند دلوقتي هو قاعد في انجلترا، واتمنى له ان شاء الله كده ان هو يستمر ويبقى كويس، واتمنى له ما يجي ان شاء الله يبقى يخش في معترك الزواج ان شاء الله، واتمنى له ان هو يبقى دايما يبص للمستقبل ودايما يبقى مستقبله كويس ان شاء الله. يعني كابتن فتحي في النهايه شرفتني ونورتني، وانا سعيد جدا جدا بالحلقه معاك النهارده. وانا زي ما قلت في البدايه، انت حضرتك راجل المواقف الصعبه وبتبقى قدها وقدود، عشان كده جماهير النادي الاهلي بتحبك بتعشقك.
وانا شفت ده بعناية اكتر من مره، واتشرف اللي في يوم من الايام كنت مدربي تعبتني شويه كنت بتصحينا بدري، لكن مش مشكله. الكاميرا مع حضرتك لو حابب تقول اي حاجه. لا انا بحب طبعا زي ما انت ما قلت لي ان جماهير النادي الاهلي بتحبني، وانا بحب جماهير النادي الاهلي جدا زي ما قلت لك في بدايه الحديث. تمام. وبعشق جماهير الالتراس وبعشقهم، انا صريح بعشقهم وبحبهم جدا، وبقول لهم دائما انتم مساند للنادي الاهلي، ودائما ان شاء الله انتم بتشاركوا في بطولات النادي الاهلي. بقول لكل الناس مشاهدي قناه النادي الاهلي ارجو انكم تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه، وارجو ان شاء الله دايما لو في اسئله على خاطركم ادوها للكابتن شادي وانا اجاوب لكم عليها على كرسي الاعتراف. ما تهمكوش. شرفتني ونورتني يا كابتن فتحي. شكرا. في نهايه حلقتي النهارده كان معانا نجم من نجوم النادي الاهلي والمدرب القدير صاحب المواقف الصعبه والتوقيتات الصعبه، بيكون موجود وبيقدر يحقق بطولات لجماهير النادي الاهلي، كابتن فتحي مبروك. عايز بقى اقول حاجه مهمه جدا، هكرر تاني من خلال الحلقه النهارده، اي حد مش قادر يتحكم في اعصابه ما يعملش مداخلات. اللي يعمل مداخلات اللي هو يقدر يبقى متزن، ويقدر اللي هو ما يهنش رموز، واللي يقدر ما يهنش جماهير. ده رجاء لو مش قادر تتحكم في نفسك ما تعملش مداخلات، لان احنا عايزين رياضه محترمه تحترم كل الناس وتقدر كل الناس وتقدر كل الرموز، لان لو ما حافظناش على رموزنا مش هيبقى عندنا حد نتكلم عنه، مش عندنا حد يقود الرياضه او يتكلم في الرياضه او يطور في الرياضه. لكن الاهانات هنا وهناك وكل يوم بقت كتير قوي وزياده عن الحد. اكيد ما بنقولش اسماء، اكيد حضراتكم عارفين مين، واحنا في برنامجنا هنا ما بنخافش، لكن ما بنقولش اسماء، ان كل واحد عارف نفسه. احنا ملتزمين بعدم التعصب في قناه النادي الاهلي، ملتزمين بالاحترام واللي انت تحترم المنافس، ملتزمين كل ما هو في مصلحه الرياضه. فاتمنى اي حد مش قادر يتحكم في نفسه ويتحكم في اعصابه ما يعملش مداخله تعمل فتنه ما بين جماهير كبيره جدا. في نهايه حلقتي بشكر مخرجي الاستاذ احمد بركاوي، ورئيس تحرير الاستاذ عمرو مخلوف، وهشام محاسن، ومحمد مراد، وابو علي، وتامر، وكمان احمد للتقارير. واستنونا في حلقه جديده من الكره والجماهير، وتصبحوا على الف خير.